الدكتور مصطفى محمود هو مش بس دكتور، هو طبيب وفيلسوف وكمان كاتب مصري. ألف 89 كتاب، منهم بقى كتب علمية ودينية واجتماعية وسياسية وفلسفية، بالإضافة كمان للقصص اللي كان بيكتبها والحكايات. كان دايما بيتميز أسلوبه بالجاذبية مع العمق والبساطة. وكان الدكتور مصطفى محمود مقدما لأكثر من 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير العلم والإيمان. كان له مسجد في الجيزة اسمه مسجد مصطفى محمود، وكان بيتبع له كمان 3 مراكز طبية لعلاج ذو الدخل المحدود، وأيضا مرصد فلكي ومتحف للجيولوجيا. خلونا نتعرف على الدكتور مصطفى محمود. اسمه بالكامل مصطفى كمال محمود حسين محفوظ. اتولد في 27 ديسمبر 1921 في شبين الكوم محافظة المنوفية. كان مصطفى محمود لأخ توأم، ولكن اتوفى وفضل مصطفى محمود على قيد الحياة. اتوفى والده عام 1939 بعد سنوات كتيرة من الشلل. درس الدكتور مصطفى محمود الطب، واتخرج عام 1953 في تخصص الأمراض الصدرية، ولكنه هو اتفرغ للكتابة والبحث عام 1960. نيجي بقى لحياة الدكتور مصطفى محمود. الدكتور مصطفى محمود اتجوز مرتين، سيدة سامية عام 1961، وبيحكي في مذكراته بيقول ان السيدة سامية كانت يعتبر نص التاني، وكان بيحبها وهي كانت غيورة عليه جدا، برغم ان كان فرق السن ما بينهم 15 عام. وكمان الزواج ده استمر 10 سنين تقريبا، وانجب منها امل وادهم، وانتهى الزواج بالطلاق عام 1973. وبعد كده اتجوز للمرة التانية من السيدة زينب حمدي عام 1983. وبتحكي السيدة زينب وبتقول ان الدكتور مصطفى محمود كان بيتمتع بصوت جميل جدا، وقعدت وبتقول ان هي كانت بتحب صوته، وان هو كان بيعشق المطرب والموسيقار محمد عبد الوهاب. وبتحكي وبتقول عن عشق الدكتور للغناء، لان درجة ان هو كان بيدندن على العود اللي كان بيمتلكه. وكمان في الشخصيات المقربة ليه بدأوا ان هم يحكوا عن علاقة الصداقة القوية اللي بتربطه ما بين إحسان عبد القدوس والشيخ متولي الشعراوي، وأيضا المطرب والموسيقار محمد عبد الوهاب. وبتحكي زوجته زينب وبتقول ان هو كان بيحب الرئيس الراحل محمد انور السادات، وقالت كمان ان هو ما بيحبش في حياته سيدة قد ما كان بيحب اخته زكية اللي هي كان بترعاه وقت الصغر. نيجي بقى لبدايته. دكتور مصطفى محمود عاش في حته جنب مسجد المحطه اللي كان بيعد احدى مزارات الصوفيه، وده اللي سبب اثر واضح في افكاره وتوجهاته. بدات حياه الدكتور مصطفى محمود في ان هو كان متفوق في الدراسه بتاعته جدا، لدرجه ان هو كان بيجادل الاساتذه بتوعه. وفي يوم ضربه استاذ اللغه العربيه، فزعل الدكتور مصطفى محمود جدا وانقطع عن الدراسه لمده 3 سنين، لحد ما المدرس ده ساب المدرسه ورجع تاني مصطفى محمود عشان يكمل الدراسة بتاعته. وهو صغير أنشأ في منزل والده معمل صغير. المعمل ده كان بيصنع فيه الصابون والمبيدات الحشرية عشان يقتل بيها الحشرات، وبعد كده يقوم ان هو يشرحها، ولحد ما التحق بالكلية وكانوا بيسموه المشرحجي. ليه بقى؟ لان هو كان بيفضل وقت كبير جدا في المشرح امام جثث الموتى، وده اللي كان له اثار كبير جدا في افكاره وتأملاته حول الموت وازاي الروح بتخرج من في الستينيات كده عشق الدكتور مصطفى محمود الكتابة، فبدأ ان هو يتجه للكتابة، وكتب عدة مقالات كتيرة جدا في مجلة روزا اليوسف قبل ما ينتهي من الدراسة بتاعته في الجامعة. وعبر عن عشقه للصحافة في ان هو ساب الطب عشان الصحافة. طب ليه ما سابش؟ ليه يعني ليه ساب الطب وليه اتجه للصحافة؟ طب ليه ما جمعش ما بين الاتنين؟ هقولك ان في الوقت ده اصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ان هو عدم اي حد ان هو يجمع ما بين وظيفتين، فاضطر ان هو يستغنى عن الطب ويتجه للصحافة والبحث والكتاب. وتم تقديمه للمحاكمة بناء على طلب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب عدة مقالات كتبها وجمعها في كتابه الله والإنسان، وكانوا كده بيعتبروها ان هي كفر. واكتفت المحاكمة بإصدار الكتاب. وعقب رحيل عبد الناصر أبلغ محمد أنور السادات الدكتور مصطفى محمود بإعجابه الشديد بالكتاب، فطبعه مرة أخرى ولكن تحت عنوان حوار مع صديق الملحد، وأثار جدل كتير جدا من جديد.
واتهموه كانت نبذة صغيرة جدا عن حياته وأهم الكتب اللي عملها للدكتور مصطفى محمود. حكاياته كتيرة جدا، قصصه جميلة جدا، مشوقة، فيها حكايات وتفاصيل كتيرة قوي قوي قوي. وأنا حاولت إن أنا أختصر جزء صغير أو باختصار شديد مجاز كده عن حياته وأهم الاتهامات اللي اتوجهت له. واستنوني فيديو تاني عن بقى الدكتور مصطفى محمود والوجدانية، وكمان أهم الكتب اللي عملها واللي أثارت جدل كبير جدا. خلوني أقول لكم إن أنا متشوقة جدا للفيديو ده، لأن أنا بحبه قوي، وخصوصا وأنا بقرأ عنه كده في حاجة كده تشويق لذيذ قوي قوي قوي. وإن شاء الله الفيديو الجاي هيبقى أحسن كمان من الفيديو